تعالوا النهاردة نعمل السمك الفيليه بأحلى طعم وأحلى قرمشة. أول حاجة هنحط عصرة من الليمون وشوية من الخل وحوالي 4 أو 5 فصوص من الثوم، وبعد كده هنضيف عليهم البهارات بتاعة السمك اللي هي عبارة عن كزبرة وملح وكمون وشوية كركم عشان يديله صفار كده ولون حلو قوي وهو مقرمش، ولو عندنا شوية توم باودر نحط وشوية ملح وشوية شطة صغيرين. وعندنا في طبق بقى خارجي كده هنحضر البهارات بتاعة السمك لوحدها، اللي هي زي ما قلت لكم عبارة عن ملح وكمون وكزبرة وكركم وتوم باودر وشوية شطة صغيرين، ونقلبهم مع بعض ونحطهم على جنب كده، وهقول لكم هنعمل بيهم ايه دلوقتي. نحط حبة حلوين كده، معلقة حلوة كده من كل حاجة علشان هنقسمهم وهنستخدمهم دلوقتي في حاجتين. اول حاجة بقى هنبدأ نعمل الرز الصيادية أو اللي هو الرز بتاع السمك. هنجيب بصلة كبيرة كده ونحمرها لحد ما لونها يغمق خالص في شوية كده حلوين من الزيت، وبعدين ننزل عليها بالرز بالطريقة العادية خالص، وبعدين هنضيف طبعا عليهم شوية مية تغطي بيها الرز، وهنحط حبة من البهارات بتاعت السمك اللي أنا وريتها لكم. هناخد نصها كده، نص الكمية اللي احنا عملناها ونحطها مع السمك، هتديله بقى طعم وريحة في منتهى الجمال. ونقلب كده، والكركم هيديله لون حلو قوي، وهتشوفوا في الاخر الرز هيبقى عامل ازاي. كده بدأ يتشرب، وطيت عليه النار لحد ما يستوي. وبعد كده بقى هنجيب شوية من الدقيق وهنحط عليهم معلقة كبيرة من النشا، وهنحط بقية البهارات بتاعة السمك اللي انا وريتها لكم في الاول. هنقلبهم كده وندمجهم مع بعض كويس قوي. يبقى احنا حطينا الدقيق مع معلقة من النشا واحدة والبهارات بتاعة السمك. وبعدين نجيب بقى السمك هنعمله بالطريقة دي. بعد ما خرجناه من التتبيلة، احنا حطيناه في التتبيلة الأولانية دي حوالي ساعتين كده، بعدين هنمسكه كده نحطه في الدقيق وبعدين في شوية مية ساقعة، ونرجع تاني نحطه في الدقيق. تمام، دي كده الخطوات بتاعتنا. اخدنا السمك حطيناه في الدقيق وبعدين نحطه في مية ساقعة، ورجعنا حطيناه تاني في الدقيق زي ما انتوا شايفين كده بالطريقة دي. وبعدين في زيت غزير بقى بنسخن الزيت كده تسخينة حلوة، وننزل فيها بالسمك بعد ما عملناه بالخطوات اللي انا وريتها لكم كده بالظبط، ونقلبه على الجنبين. بصوا بقى الجمال واللون الذهبي الحلو قوي ده. الكركم بقى بيديله اللون اللي انتوا شايفينه ده، وهيدينا بقى طعم وقرمشه، والنشا بيديله قرمشه حلوه جدا. وطلعناه كده من على الصينيه. بصوا بقى الجمال، بصوا اللون جميل، والقشرة بتاعته متماسكة، لا فكت ولا طلعت ولا أي حاجة خالص. بس اعملوا بنفس الخطوات كده بالظبط، وجربوا بالطريقة دي هيعجبكم جدا. وجربوا كده، وهستنى رأيكم في الكومنتات. وبألف هنا وألف شفا.